عرفتوا هادو من ألذ وأسهل الفطائر اللي جربت، بلا فران بلا زبدة بلا بيض بلا حليب وبمكونات جد بسيطة. العجينة ديالهم كتجي من السما ومقرمشة ومذاق جدا هائل. وطريقة التحضير بطبيعة الحال اللي سهلة بزاف. على بركة الله غادي نبداو أول حاجة بالحشوة. الحشوة اختيارية، ممكن ديروا اللي حبيتو اللي متوفر عندكم في الدار. درت بصيلة وحدة، حبة وحدة ديال الفلفلة حمراء وحبة وحدة ديال الفلفلة خضراء. ومره كنحرك حتى كيتشحروا لينا مزيان، وكنضيفوا صدير ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، كميه حسب الرغبه. وكيف قلت لكم الحشوه اختياريه، تقدروا ديروا لها دان الكفته اي حاجه. من بعد ضفنا التوابل مع بودره ديال الثوم، شويه من الصوص الصوجا والمليحه غير شويه. بالنسبه للتوابل ما درتش السكينجبير وما درتش الكمون، يعني ديروا اللي بغيتو. ما درتش هاد الجوج هادو، ممكن من طبيعه الحال ديروا على حسب الذوق ديالكم. صافي بقيت كنحرك حتى تشحرات ليا مزيان. وفي اخر دقيقه عاد ضفت شويه ديال المايس وشويه ديال المعدنوس مقطع طريفات صغار. في الدقيقه الاخرى يعني جوج تشحيرات صافي كنحيدوها من فوق النار ونخليوها تبرد. كنسبقوا الحشوه حيت ضروري خاصها تكون بارده مزيان. ندوزو مباشره للعجينه اللي غادي نحتاجو فيها 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، كاس واحد ديال الدقيق الفينو، شويه ديال الملحه، شويه ديال المعدنوس مقطع طريفات صغيورين، وشويه ديال الثوم بودره، يعني تقريبا قياس معلقه صغيره ديال الثوم بودره. كنخلطو مزيان. غادي نزيد نضيف معلقه صغيره ديال العسل اللي ممكن تعوضوها بالسكر، خميره ديال الخبز معلقه صغيره تكون عامره مزيان وكتبقى حسب الجو، وكذلك ربع كاس من زيت زيتون. من الاحسن زيت زيتون ما كانش متوفر عندكم ممكن تعوضوه غير بزيت نباتي. وكنعجنوا هادشي كامل بالماء دافي. كنبقاو كنضيفوا الماء بشويه بشويه وحنا كنجمعوا العجينه ديالنا. كندلكوها واحد شويه، كندهنوها بشي شويه ديال الزيت حتى كنحصلوا العجينه ديالنا رطيبه بحال هذا الشكل. دابا غادي نغطي عليها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كتختمر العجينه كذلك الحشوه ديالنا كتكون بردات مزيان، كندهن يدي بشي شويه ديال الزيت وكنزل العجينه فوق سطح العمل، نديها ونجيبها مزيان. وكنبقى كنقطعها، ولا ممكن انكم تكوروها مباشره. كنقطع العجينه هي الاولى، ومن بعد غادي ندوز نكورها. بلا نحاولوا هنايا مهما امكن ما نستعنوش بالزيت، الا في حاله الا يعني ما تحكمتوش فيها والعجينه لصقت لكم في يديكم بزاف، عاد دهنوا بشي شويه ديال الزيت باش تشكلوهم كرات. الحشوه كيف شفتوا معايا حتى بردات تماما، عاد ضفت عليها شويه ديال الجبن المبشور وخلطته معاها مزيان، باش داك الجبن المبشور كيجي لي يعني مخلط مع الحشوه. من بعد كيتعلك لينا في وسط الحشوه. كناخدو كل كره كنبسطوها مزيان غير بيدينا، ما نستعملوا لا زيت لا دقيق لا حتى شي حاجه. كنبسطوها وكنوضعوا الحشوه في الوسط كنجمعوا عليها. من بعد حتى كنجمعوا عليها مزيان كناخذوا هكا شي طبيصل ولا شي زليفه اللي تعاوننا اننا نقرصوا فيها باش كيجيو هكا مقادين. كندهن داك الزليفه ضروري بشي شويه ديال الزيت وكنقرصوها وكنحطوها. نعاود معكم هنا واحده اخرى، يعني كيف شفتوا معايا الحشوه ملي كنوضعها في الوسط كندهن الزليفه ديالي بشي شويه ديال الزيت وكنقرصها مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم. غادي نطيبهم مباشره، ما غاديش نخليهم نهائيا يختمروا. فبالنسبه للطياب عندكم الاختيار انكم اما تخليوهم في الزيت بالطريقه اللي درت انايا، ولا طيبوهم بالطريقه كيف كنطيبوا البطبوط يعني على مقله ثقيله ناشفه، ولا كذلك انكم تستفوهم في الصينيه وتدهنوهم بالبيض وتدخلوهم الفران. في حاله ما غتدخلوهم الفران خليهم يختمروا واحد شي شويه. وكان هذا هو شكلهم النهائي. كندير عليهم داك الجبن المبشور مباشره كيف كنحيدهم من فوق من المقله، يعني باش كيدوب بداك السخونيه ديالهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي وجدت معكم اليوم. كيجيو في المنظر ديالهم زوينين، وكيجيو مقرمشين من برا ومن داخل كيجيو رطيبين، وداك الحشوه مع خلطنا مع هذاك الجبن كيجيو معلكين ومذاق فيهم جدا هائل. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ونتمنى ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم. شكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم وبسلامه.